السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض مشروب الليمون بالنعناع بطريقة سهلة جدا وبطعم حلو قوي. أتحداكي لو لقيتي فيه مرارة بعد ما تجربيه بالطريقة دي. صيف يعني المشروب الرسمي بتاعنا ليمون بالنعناع. شوية ليمون كده ينعشوا ويرطبوا القلب في الجو الحر ده، مفيش أسهل ولا أحلى منهم. لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة لو أول مرة تزوري قناتي. نورتيني وما تنسيش تشتركي في القناة عشان يوصلك كل جديد مني. معايا هنا كده حوالي 4 ليمونات مقشراهم وشايله البذر منهم مقطعاهم بالشكل ده. ضروري جدا ان انت تشيلي البذر من الليمون علشان البذر ده بيعمل مرارة جامدة في العصير. معايا بقى كده المكون السحري بتاعنا اللي هينقلك كده عصير الليمون بالنعناع في حتة تانية خالص. فنجان صغير كده من اللبن، ومعايا كمان سكر حسب الرغبة وحسب الكمية اللي بتعمليها. مش حابة تضيفي سكر وعايزة تعمليه دايت تقدري تضيفي عسل نحل. معايا كده كمان مكعبات من التلج، ومعايا طبعا النعناع الفريش الطازة بتاعنا. بجهز معايا شفشق الخلاط وانزل كده فيه بنصه كده حوالي مية ساقعة، وانزل كمان كده عليه بفنجان اللبن. هنزل كمان بقى بشرايح الليمون بالشكل ده والسكر، وانزل كمان كده بكام ورقة من النعناع، يعني حوالي كده 4-5 ورقات كده من النعناع. الأوراق بس، العيدان لأ. جربي الليمون بالنعناع على طريقتي وهيعجبك قوي. بجد مشروب صحي وسريع وطعمه حلو جدا. جربيه بالطريقة دي عمره ما هيمرر معاكي. هضرب بقى المكونات دي كده في الخلاط ضربة كويسة جدا. بعد كده بجهز معايا الإناء أو الشفشق اللي أنا هصفي فيه والمصفى كده الجميلة بتاعتنا، وأبدأ أصفي العصير بالشكل ده. صفيت بقى كده الكمية كلها. بجهز معايا بقى كده الكاسات أو الكوبايات اللي أنا هصب فيها. وليمون بالنعناع يعني لازم وأساسي مكعبات تلج. أنزل كده في كل كاسة ب3-4 مكعبات كده من التلج، وابدأ أسمي بقى بالله واصب كده العصير الجميل بتاعنا. عصير سريع ومنعش، مش هيكلفك اي حاجة، مكوناته موجودة كلها في البيت. يا سلام بقى كده لما تعملي شفشق من ده كده لأولادك وتدلعيهم بالجمال ده. بجد مفيش احلى من كده ولا اسهل ولا اسرع من كده. ولو الفوم الابيض ده منزلش كده معاكي وانتي بتصبي بالمعلقة كده ونزليه على وش الكاسات بالشكل ده، مع شريحة ليمون بقى كده ورقات كده من ورقاية كده من ورق النعناع. مفيش احلى ولا اجمل من كده. كوباية صحية وسريعة كده ومنعشة جدا. جربيه بالطريقة دي وبألف هنا وشفا للي هيجربه، واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي.